السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى وده بودكاست بداية جديدة. يمكن أكتر حاجة بتوجع البنت في حياتها مش الناس اللي برا، لأ، لكن الناس اللي جوا بيتها. وكتير من البنات بتخاف تعترف بالحقيقة دي، مع إن مفيش بنت بتكره أهلها، هي بس موجوعة منهم. واحنا بنكبر بنكتشف إن أغلب جروحنا القديمة جاية من كلمة اتقالت في البيت، نظرة استنكار، مقارنة كسرت فينا حاجة، صوت عالي خلينا نفقد الأمان، تحكم زيادة خلى قلبنا يخاف، أو عدم تقدير خلينا نشك في نفسنا. أهالينا ساعات بيحبونا بس بطريقة غلط، بيخافوا علينا بس بيوجعونا، بينصحونا بس بيكسرونا، بيربونا بس بينسوا إننا بشر بنحس. يمكن هما نفسهم اتربوا بقسوة، محدش علمهم يعني ايه يحترموا مشاعر البنت، وقد ايه مشاعر البنت غالية، ولا يعني يشوفوا الوجع اللي جواها، فكبروا شايلين جروحهم ونقلوا لولادهم من غير ما يقصدوا. خليني اقولك حاجة، البنت اللي طول عمرها تسمع دي مش طريقة، اعملي زي فلانة، انت ليه مش زيهم. البنت دي بتكبر وهي مقتنعة ان هي دايما غلط، دايما قليلة، دايما مش كفاية. والبنت اللي صوتها اتسكت من بدري بتكبر وهي بتحس ان مشاعرها مش مهمة، وان اللي بتحسه لازم تبلعه وتسكت. والبنت اللي شالت مسؤوليات فوق سنها تتعلم ان هي لازم تبقى قوية حتى لو كانت مكسورة. كل ده يخلي الأهل من غير قصد أول سبب لوجع البنت، أول سبب لخوفها، لقلقها، لشعورها بالنقص، أو حتى خوفها من الناس. بس خليكي فاهمة حاجة، إنك اتأذيتي في بيتك مش ذنبك، وإنك مش مسؤولة عن طريقة تربيتهم، وإنهم مهما كانوا سبب تعبك ده مش معناه إنك بنت وحشة ولا حتى بنت مش كويسة. ده معناه إنك محتاجة تتعلمي من جديد يعني إيه تحس بالأمان، يعني إيه تحطي حدود، يعني إيه تحبي نفسك، يعني إيه ما تسمحيش للوجع القديم يتحكم في حياتك. لكن أهم حاجة إنك تفهمي إن أهلك بشر مش ملايكة، وإن هما ساعات بيغلطوا. انتي تقدري تصلحي اللي اتكسر جواكي، تقدري تعملي لنفسك أمان، تقدري تمسحي أثر الكلمة اللي وجعتك، تقدري تبني حياتك من جديد، حياة انت اللي بتختاريها، مين يدخل قلبك ومين يقف بره في الآخر. وخليني أقولك حاجة قبل ما انهي الحلقة، الحياة مدرسة، وانك لو اتعلمتي حاجة لازم تتعلمي انك ما ينفعش تكرري ده مع ولادك. انا نهى وده كان بودكاست بداية جديدة. ما تنسيش تشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، ويوصل لعدد اكبر من البنات. اشوفك على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.